مقهور. أنا نعرف أحبابي في المباركة مقهورين. هذا الهضرة اللي راني نهضر فيها ما لقاوش كفاية هضرة. مقهورين مساكين، مقهورين. نبعث لهم في الواتساب المساكين يخافوا يقلبوا لهم، يخافوا يجاوبوا في التليفون، يخافوا يجاوبوا مساكين. مقهورين مسكر عليهم كل شيء. تعرفوا باللي لما طاحت الدولة، دولة الموحدين، في سنة 630 تقريبا 650 هجرية، كي طاحت دولة الموحدين، دولة الموحدين كانت حاكمة المغرب الكل، من موريتانيا للمروك للجزائر لتونس لليبيا حتى لمصر، حتى الحدود تاع مصر، تحت المالي للسودان للتشاد. هذه كل دولة الموحدين، دولة عظيمة جدا معروفة، دولة سمعوا بها دولة الموحدين. عاصمتها كانت مراكش. لما طاحت دولة الموحدين في 650 قاموا 3 دول في المغرب. في المغرب قاموا 3 دول. قامت دولة المارينيين في المروك. دولة المارينيين، جماعة تاع التاريخ يعرف. دولة المارينيين قامت في المروك. دولة المارينيين تاع المروك، نبغي المعلومة باغيكم مليح تسمعوها. دولة المارينيين هذه تاع المروك هذه طاحت في 867، يعني عاشت 2 قرون و20 سنة. على بالكم السبب تاع الطيحان تاعها كيفاش كان؟ الطيحان تاعها كيفاش كانت؟ السبب تاعها أنهم أدخلوا معهم في الحكم يهود وحكموهم على بعض المدن المغربية، الرباط وبعض المدن المغربية حكموا اليهود، أعطوا لهم تسيير تلك المدن. نحكي لكم هذا منقول من كتب مغربية، هذا منقول من كتب مغربية مثل كتاب الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى تاع الشيخ أبو ناصر أو الشيخ الناصري. قال لك لما اليهود دخلوا مع المارينيين في الحكم بدأوا يفسدون وكانوا هم سبب سقوط الدولة المارينية في المغرب، ذلك بأنهم اعتدوا على بعض النساء في أسواق الرباط. اعتدوا على بعض النساء واعتدوا عليهن. هذا الحكام داروهم المرأة هم اللي داروهم، يعني التطبيع عنده جذور. شحال عنده؟ 6 قرون. يعني التطبيع في الدم 6 قرون، نحكي لك 6 قرون الله. فكان هؤلاء اليهود سبب سقوط الدولة المارينية، وإن شاء الله هذا التطبيع سبب سقوط الدولة التطبيعية.